بفتيك مفروم على بيضة نية. انا يا اخوانا اي اكله مربوطه عندي بالاغاني، مسكرين الاغنيه دي بتاعت عادل امام بتاعت بفتيك مفروم على بيضة نية. عشان نجي نعمل بفتيك يا اخوانا بطريقه المطاعم كم ما احلى، محتاجين قطعيه وش الفخده او السمانه او مش اي مكان. اصلا حيظبطوا لكم البفتيك وحيدقوا لكم حيخلوكم جاهز، بس يكون بنفس السم كده، يكون مدقوق، لازم نفس السم كده. هنعمل حاجه اسمها بطر ميلك وتكلمنا عنها كتير، بتخلي البفتيك في حته تانية. لا محتاجين نعمل بصل مفروم ولا مويه بصل ولا الكلام الكتير ده. كوبايه بتاعت حليب، عليها كوبايه صغيره معلقه صغيره خل، ونخليها 5 دقايق لحد ما نخلي الحليب شنو يتقطع كده. بعدين هنضيف له ملح وكزبره وبابريكا والبهارات المكتوبه في الكابشن، توم باودر وبصل باودر، وبعدين بيضتين. وبعدين ننزل اللحمة ونخليهم في التتبيلة ساعتين، لو مستعجلين ما مشكلة ساعة، ولو خليتهم في التلاجة بيكون ظريف جدا جدا جدا. بعدين هنجيب بقسماط، انا عملت الخشن عليه ملح وتوم باودر، انتوا ممكن تستخدموا الناعم معلقة يفكم وندقه كويس شديد كده. وبعدين اطلع منه الزايد اهم شيء، وعلى نار غزيره وتكون حاره في الاول بس، بعدين نقلل الحراره لوسط. ويا اخوانا ما تردموا البفتيك كله في طوه واحده، لانه كده حتقلل لنا درجه الحراره وهيطلع مزيت. فاعمل بفتيكتين 3 ماكسيموم لو الطوه كبيره. ولما نطلع البفتيك ما هنحطه في المطبخ زي ما قلنا، هنخليه في مشبك عشان يطلع لنا كرانشي لحد اخر لحظه ولحد وقت التقديم، هيكون مقرمش ورهيب. لازم تجربوا التركات دي، واضمن لكم احلى بفتيك. بالعافيه عليكم.